يا مساء الفل، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده هنعمل بيتي فور صيامي. زي ما انتم شايفين النتيجة شكلها عامل ازاي. طالع تحفة بجد. مكوناته سهلة وبسيطة: كوباية من السكر البودرة، كوباية ونص من المادة الدهنية، انا هنا مستخدمة زيت على سمنة. كوباية زيت ونص كوباية سمنة، بس انا كنت مدوباها يعني مش سخنة، بس يا دوب دايبة بس. تقدري تستخدميها زيت خالص. تمام. ونحط كيس فانيليا وبنقلبهم. وبحط كمان معلقتين كبار من النشا، وبرضو بقلبهم لحد ما كل حاجة تدوب، واحس كده ان كله اندمج في قلب بعضه، وتقلت الخليط يعني يكون تقل شوية. بضيف نص كوباية من المية، مية عادية من الحنفية، نص كوباية بس. وبرضو بنقلب لحد ما كل المكونات تندمج مع بعض والمية تختفي، وكله كده يبقى ايه، آه يعني قوام واحد. الخطوة دي ممكن تعملوها في الخلاط، هتكون أسهل وأسرع لو انتوا حابين. بحط نص معلقة من البيكنج باودر، نص معلقة بيكنج باودر أو كيك شيف، الموجود هينفع. نص معلقة بس على هنا دول 6 كوبايات من الدقيق، ما يعادل حوالي 600 جرام. خلاص، بنقلب البيكنج باودر مع الدقيق وبننزل بيهم على الخليط اللي احنا عملناه، وبنقلب لحد الدقيق ما يختفي. وبزود حوالي 4 معالق من الدقيق، بركنهم كده على جنب. وبقلب لحد الدقيق ما يختفي كله بالمعلقة اهو. خلاص، هاخد نص المقدار دوت وهركنه على جنب. ركنت انا ال4 معالق دقيق اللي كانوا في الطبق، وباخد نص المقدار ركنته على جنب. وهنا زودت حوالي معلقتين دقيق تاني على تقريبا نص الكمية، مش بالظبط يعني، هو بنقسم كده بالنظر. ومعلقتين كاكاو على النص التاني او الجزء التاني اللي انا ركنته، معلقتين كاكاو كده كبار. وبنقلبهم بركنهم على جنب كده. هيكون معايا عجينة لونها أصفر أو الأبيض، ونص اللي هو البني اللي عليه كاكاو. خلاص، نبتدي نشكل على طول، ما بتتركنش ولا أي حاجة. تقدروا تشكلوها زي ما انتوا عايزين، ممكن تعمليها كور وتنزلي عليها بشوكة كده، أو تقدروا تعملوها بالقمع، بأي طريقة يعني شكلوها. هنا أنا عندي مكنة البتفور بتسهل، فعملت بيها زي ما انتوا شايفين كده. اهو بنشكل. تشكيله سهل جدا جدا، وطريقته برضه كمان سهلة، والمكونات زي ما انتوا شايفين اقتصادية خالص وجميلة. ده صيامي طبعا. تقدروا تعمليه بالزيت بس برضه بينفع، بيكون حلو جدا. بس هي كوباية السمنة يعني ايه، بتديله تماسك شوية. نص كوباية، انا حطيت نص كوباية من السمنة وكوباية من الزيت. زي ما انتوا شايفين منظره طلع تحفة، وطعمه جميل ودايب وخطير بجد. جربوا ان شاء الله هيعجبكم. هنا بنشكل الموس اللي انت عايزاه او الرسمة اللي انت عايزاها اهو. سهل وسريع، حاجة حلوة جدا جدا. تقدروا برضو تلزقوا كل اتنين في بعض بمربى او بشوكولاتة سايحة. انا لزقت شوية بالمربى وشوية بالشوكولاتة. يعني الشوكولاتة الخام العادية بتاعت المطبخ دي، بتدوبي حتة في حمام مية، سيحيها في حمام مية على البخار يعني. ولزقت شوية، وتقدروا تقدموه كده سادة برضو مش وحش. لو حابين تزوقوه شوية تزينوه شوية كده. انا سيحت حتة شوكولاتة ومربى لا، اذا عملت شوية بس معلش ما صورتش اللقطة دي اهو. تلزيقه سهل جدا. زوقت شوية وسيبنا شوية سادة. وكده خلاص خلصت وصفتنا. جربوها ان شاء الله تعجبكم. وكل سنة وانتم طيبين. باي باي.